النادي الافريقي راسيه سهله خطيره 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 خطيره. اوه من الشريفيه هذه الكره مره اخرى تاتي الاعاده هذه اوضح هذه اوضح هذه اوضح هذه اوضح. حقق هذه كرة مرة أخرى، والحوار بين أنيس البدري والحكم يرفع الورقة الحمراء. نادر الغندري في التغطية، كرة للترجي خطيرة، ما زالت الفرصة من الجهة اليمنى، محاولة للتوزيع العرضية خطيرة. كانت كرة النادي الافريقي على أولى مع هذه كرة غيلان الشعلالي مع نادر هذه الزاوية ممكن تكون أوضح بالنسبة لطاقم التحكيم. يبقى الحكم والتشييد. هذه اللقطة يعلن عن ركلة جزاء للنادي الافريقي، ركلة الجزاء للنادي الافريقي. محمد الترخاني وعياد الحمروني يهرب من الجهة اليمنى، ومخالفة لفايت عياد الحمروني، واعتقد ايضا الورقة الحمراء اللي نتمنوها ان تحتجب خلال هذه المباراة اللي تدور بين فريقين عريقين. لصالح الترجي الرياضي، طارق ثابت الطويلة ورأسية في مرة أولى، ثم الزيتوني فهو مخالفة لصالح أبو بكر الزيتوني. مروش 5 دقائق حتى يتمكن مسعد الحنيني من تسجيل الهدف بعد تسرب من كاماتشو ثم هفوة من خالد بدرة اللي ما أحسنش إرجاع الكرة. عبر المسار البرازيلي رينالدو يشاهد أديلتون في منطقة الجزاء، ترويض وأمطار على المرمى، أديلتون بيريرا يسدد في الدفاع. نلعبوا في عياد الحمروني، طارق ثابت، عملية خطوات من طارق ثابت، هدف أبيض ثم تسلل، مراقبة الخط رفع الراية نتاعو قبل التسجيل. شكرا للزملاء الفنيين اللي ورانا مراقبة الخط. مش الآن مع بعضنا عملية ثنائية خطوات، وطارق ثابت كان موجود في موقع تسلل. حتى يدعم الفارق اللي يفصلوا على الملعب التونسي في أعلى الترتيب. وأيضا ممكن المقابلة هذه كانت فرصة الأمل الأخير بالنسبة للنادي الإفريقي ليبقى متشبثا بخيوط الملاحقة. وما يمكن قوله أيضا في التحكيم، هذه النصيحة، هذه ضربة الجزاء الثانية في هذا اللقاء، وأيضا لم تكن واضحة بعد محاولة فوزي الرويسي مع خالد بن يحيى. ومحمد عبد الحق يحقق الهدف الوحيد بنجاح مقابل إخفاق علي بن ناجي في ضربة الجزاء الأولى. قلت النصيحة هي لا تكن لينا فتعسر ولا تكن صلبا فتكسر. هذا هدف أبيض سجله الترجي وألغاه الحكم لوجود تسلل. في الشوط الثاني الترجي الرياضي أعطى الأولوية المطلقة للهجوم لتعديل النتيجة، لكن مقابل ذلك كان دفاع النادي الإفريقي متماسك وتمكن من سامي تواتي تمريرة قصيرة وممتازة من زياد التمثالي. معلول باتجاه هيثم عبيد، ينطلق معه عبد الحق، يتوغل ويطلب الحكم يطلب اللعب ويتعكس الهجوم لصالح النادي الافريقي. والهدف بل ثم تسلل نبيل معلول، لكن ثم تسلل، مراقب الخط يشير الى تسلل. تو نشوفوا اللقطة بالصورة البطيئة، إعادة العملية. هيثم عبيد في الصورة ما ظهرش التسلل، لكن الحكم قال تسلل. Wow.
عادل جوبانتيني والحكم يطلب اللاعب عن الحارس. والهدف بل ثم تسلل، ثم تسلل نبيل معلول، لكن ثم تسلل. مراقب الخط يشير الى تسلل. نشوفوا اللقطة بالصورة البطيئة. إعادة العملية. هيثم عبيد في الصورة ما ظهرش التسلل، لكن الحكم قال تسلل. الحق ينطلق بهجوم معاكس ومر كرة لخالد التويتي بالقدم والحكم قدم والحكم على المخالف. شحات على يمينه ينفذ عبد الحق اختياره والهدف ممتازة. اجلك انت تتخطى وانطلاقة من ابو طالب. مع الاخواني لكن يتجاوزوا ويعطي الكره لزولولو تمشي الكره لماهر كنزاري من جديد. ثم وليد عزيز من الجهه اليسرى باتجاه سامي العروس، لكن تخصص من صبري جابها في المره الاولى. ثم محمد عزيز الاخواني يرفع كره عاليه. جمال الامام مع خالد بدره. جمال الامام ثم مخالفه وعلى ما يبدو الصفراء الثاني والحمراء الاول اخطاء يرفع كرة عالية وجعاد والهدف الأول لصالح الترجي التونسي.
الفاصل، ويكون الكرة جانبية. الكرة تباغت الحارس وتغالطه وتمر جانبية. شاهدوا الإعادة، تصويبة أرضية. وتغالط الحارس ونشاهدوا تمر بعض سنتيمترات على مرمى. خليه وضعيات كيف هذه يحاول، والحكم يطلب اللعب بينما ثم احتجاج على تدخل غير شرعي على سامي تويتي. شاهدوا الإعادة، الإعادة، هل هناك تدخل غير شرعي؟ هل هناك تدخل غير شرعي؟ أنا شخصيا ما نجمش نتكلم بطريقة قطعية. وتدخل هنا، إعادة، هل هناك تدخل غير شرعي؟ أهداف، إذا نجاعة كبيرة ياسر بالنسبة لهذا اللاعب الشاب علي الزيتوني. رجع شوفوا أرضيه وفرصة والهدف الخامس، والحكم يقول لا من فيصل بن أحمد. فيصل بن أحمد، وشوفوا علي الزيتوني كان ممتاز، تمريرة من علي الزيتوني بالراس فيصل بن أحمد، والحكم السيد عادل زهمول يقول ثم لمسة يد. شوفوا هنا الإعادة، شوفوا كانت توزيعة، شوفوا هنا الزيتوني بالراس يخرج. هل ثم لمسة يد أم لا؟ هاي الإعادة بالصور البطيئة من جانب، هل ثم الزر؟ هل ثم يد؟ على كل حال الحكم قال هدف ملغى باعتبار أن ثم لمسة يد من نتائج مباريات. لا انا هذه انا قلت لك، انا تعرف قداش زفرت؟ يمكن 4 ماتشات معناها ليسبيرونس. اذا كان ثم واحد ظلم ليسبيرونس ما خسرتش، ربحت. اذا كان واحد ظلم ليسبيرونس ودخلتها فهمني معناها خرجتها بلوتو من التاريخ، هو انا اللي فهمني معناها ماركيت هي 4 بونتو كونتر لو كلوب، وماركيت الخامس وانا نحيته. وانا نحيته معناها كانت فهمني لتوا معناها لليوم الناس الكل فهمني معناها باش تربحها مش دخلهم تاريخ. ايش نقول لك نوفل؟ هذه هي نكهة لقاءات الأجوار. إيزيكييل التوزيعة في المحور، ثم سامح الدربالي، ثم ضربة جزاء، ثم إشارة بضربة جزاء لصالح النادي الأفريقي. الإشارة بضربة جزاء لعبد المؤمن جابوا، والتوزيعة دقيقة وضربة جزاء للنادي الافريقي. ضربة جزاء للنادي الافريقي، وثم ورقة صفراء لخليل شمام. اذا كل شيء ممكن في لقاءات الاجوار، قلنا منذ قليل. اذا كل شيء ممكن، وضربة جزاء لصالح النادي الافريقي، واعتبر الحكم الدولي يوسف السرايري هفوة من خليل شمام. إذا ضربة جزاء. هذه قرارات الحكم. نشوفوا التوزيعة بالنسبة لعبد المؤمن جابوا التوزيعة، وخليل شمام اعتبر مخالفة من جانب خليل شمام. له مخالفة لتؤدي ضربة جزاء وله تمويه. وني كيف نشوفوا مشكورين. مدرب نبيل الكوكي بالطبع يجب تهدئة الأعصاب. نعرف قيمة الرهان في هذه المباراة، وشوفوا بالطبع الحوارات، بالطبع المباراة إن شاء الله ما تخوش. بالطبع منعرج آخر من حيث تشويق إلى آخر اللحظات في هذه المرحلة الأولى. أريسون أفول، بلال العيفة، وثم المطالبة هتان الباراتلي اللي أصيب منذ
هما والناس تتكلم تقول اربيتراج مع الاسبيرونس معناتها حمله كبيره. تشوف اليوم عنتر يحيى ياكل منكب في عينه ياخذ حمراء جوا لك الافريكان قال العب انا كيف ضربني نتاع حمراء البليلي كلا منكب معناتها ياخذ حمراء نورمالمون ماهيش في اللعبه. جيت نحكي معاه قلت له من الوقت مدلو في صفرة قال لي لا دزه خفيفه ومن بعد الجوج يحط 6 متر هو ادوبا من الكوره يحط 6 متر وهو من السنتر يحط كورنير مازالوا 4 مينوت وما نحكيش على فوت الاخرين وما نحكيش على الموفيز فوا نتاعو. بالحق فما حمله كبيره على المبي لكن نحن قدرة ربي عندنا رجال وبقدرة ربي ان شاء الله نكملوا نحن الشامبيون. اسامه القاسداوي على ما اظن عنده اصابه على مستوى الحاجب. عنتر يحيى ان شاء الله لاباس دماء على وجهه ان شاء الله لاباس بالنسبه لعنتر يحيى. اصابه في بدايه لحظات هذه المباراه. اذا يخرج عنتر يحيى على خذها مراد الهلثي مجدي تراوي وربما إصابة مجدي تراوي. على كل إن شاء الله لاباس. تتشنج شوية نوعا ما حساب بعد هذا الهدف. على كل هذه الإعادة هذا تدخل مراد الهلثي مع مجدي تراوي. هوني مخالفة خطيرة برشا. كان على الحكم معناها إقصاء اللاعب النادي الأفريقي. مراد الهذلي هنا قبل العمل هذه كان عنده بطاقة صفراء سعد. مراد الهذلي كانت عندهم لا ما نتصورش كان الحكم معناها في أما كان هوني معناها يلزموا الحمراء معناها مباشرة. حمراء مباشرة في اللقطة. يرفع من غير تعود الكرة فوسيني كوليبالي وسط ميدان الترجي قدم يلعب في 30 متر الأخيرة في دفاع الإفريقي ملعوبة ممتازة. حمزة العاقربي ماذا هناك هل هي ركلة جزاء للترجي في 8 الهوني بيكون في اتجاه الطرف الايمن يهب لمباركي مع التاوس اليوم يعلن عن مخالفه والهزيمه للكشخه مع المدرب معين الشعباني في البطوله. هل يعيد اليوم الكره ام يواصل الترجي حد مباراه دوليه؟ النادي الافريقي في اول ربع ساعه في المباراه الى حد الان تعادل اصفار تعادل ابيض 0-0. كره ملعوبه من بلال بن ساحه والتدخل من دفاع النادي الافريقي. ما زالت الكره خطيره تصويبه من عبد الرؤوف بن غير. المطالبه بلمسه يد المطالبه لركله جزاء لان ركنيه ستعود. هذه الاعاده العرض البطيء لبن ساحه. اخر مطالبه بضربه جزاء لكن هنا صحيحه موجوده ضربه جزاء تدخل بتهور من العفه وهنا الحكم كان عليه الاعلان على ضربه جزاء وانذار. الترجي ما استناش برشا بالدقائق الاولى ابناء بن سويقه يطالبوا بضربه جزاء. سعد بقيف
صابر خليفه. نشوفوا هنا صابر خليفه وتدخله ايضا ليلي مع صابر خليفه. نشوفوا هنا صابر خليفه وتدخله ايضا مع يوسف البليلي. موشين طبعا يستحق بطاقه حمراء في هذه اللقطه. شوف ردة الفعل. سامحني للزوز هذه حتى هو بيده رجع زاد صفرة ياخذ سوء سلوك. بليلي ياخذ صفرة ياخذ انذار لسوء سلوك ماهوش تبادل عنف. عملية الاستفزاز عندنا اللقطة الأولى لقطة في هناك سلوك مشين من اللاعب النادي الأفريقي في الدقيقة 34 وكان الحكم قريب كان على الحكم طرد اللاعب النادي الأفريقي لسلوكه المشين في هذه اللقطة. في 47 بداية الشوط الثاني هناك حالة تسلل يعني عليها المساعد فرج بن فرج. نرجع للقطة طبعا لحظة انطلاق الكرة لا يوجد حالة تسلل بل هناك مدافع عن النادي الافريقي هو مكسر حالة التسلل والمساعد كان تمركزه سيء جدا واعلن على تسلل. وشوف الرياضيين هنا وقف طبعا كان على الحكم المساعد هنا بصراحة تمركزه سيء جدا اعلن على خطأ مؤثر وحده. وسام بن يحيى وتدخل ولا ضربة الجزاء. ضربة الجزاء لفائدة النادي الافريقي. وسام بن يحيى يدخل طليق ويتحصل على ضربة جزاء على اثر تدخل من العربي جابر بمواصلة اللعب على اثر هذه المقاتلة اللي ما اعلنهاش لفائدة الترجي. يتمكن هاي الاعادة. شوفوا باش يعمل كان على الرام وباش يعمل الفارق يلزم تخرج الكره نتاعو نظيفه من وسط الميدان نتاعو والاقتراب للمنطقه نتاع النادي الافريقي اللي يمكن تحته في مقابله النادي رياض الحمام. نفو كانه وحده باش يعمل الفارق في المقابله كما في مستوى المقابله هذه ومستوى الضغط نتاعها. شوفوا السلام يحاول باش يصوب المسافه بعيده وجول ياسر. هنا ياسر هدف ممتاز جدا من مسافه بعيده. هي متميزه جدا مر في الفتره الاخيره. شوفوا كيف ما خلطش باش ياخذ الكره هذه. إذن الحكم يعطي ركنيه فقط لان وجدي بوعزي كان يطالب بضربه جزاء. هاي الاعاده. شوفوا الاعاده. وجدي بوعزي يدخل وثم يد كانت متقدمه من باشتوبجي. اليد كانت متقدمه من باشتوبجي. هاي امامكم الصوره واضحه الصوره.